تركيا تثبت للدنيا أنها قلب واحد في ليلة واحدة. تبرعات الأتراك بلغت 115 مليار ليرة في 24 ساعة. خلال أيام أكبر كارثة زلزالية خلقت جروحا عميقة في قلب تركيا، اجتمعت القنوات التلفزيونية لتقديم المساعدة في بث مباشر انطلق على الساعة 8 مساء الأمس، والذي شاركت فيه 8 قنوات في حملة تاك يوريك قلب واحد، والتي تمكنت من جمع مساعدات نقدية تجاوزت 115 مليارا و146 مليونا و528 ألف ليرة. وتم خلال الحملة إرسال أكثر من 9 ملايين رسالة نصية، كل منها يحمل تبرعا بمبلغ مالي سنسرد أبرزها بالتفصيل خلال هذا التقرير. 8 قنوات وطنية تحولت إلى قلب واحد تاك يوريك لمداواة جراح الزلزال الذي خنق بلادنا عبر حملة المساعدات الإنسانية التي سيتم التبرع بإيراداتها إلى آفاد والهلال الأحمر التركي كيزلاي لصالح ضحايا الزلزال. هذه القنوات هي تيريتي واحد وكانال دي وآ تي في وتي في سيكيز وشو تي في وفوكس تي في وستار تي في وكانال يدي. في الدقائق الأولى تم جمع 55 مليارا و266 مليونا و494 ألف ليرة من المكالمات والمشاهير مثل ديفني ساميلي وبوراك أوزجيفيت وبريش أردوش وسيراكايا ومراد يلدرم وإركان كيسال وإرم هيلباسيولو وإسرائيل ودينيز بايسال. وخلال اتصال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على البث المشترك أعرب عن امتنانه لحملة قلب واحد، مطلقا بشائر بدء وضع حجر الأساس لبناء 30 ألف منزل اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. وقال الرئيس: سنتغلب على هذا من خلال بناء منازل يعيش فيها شعبنا بأمان وسلام. بصفتنا أعضاء في مجلس الوزراء ومسؤولين عموميين قدمنا بشكل شخصي ما مجموعه 136 مليون و589 ألف ليرة لضحايا الزلزال، وشدد على أن كل قرش سيأتي إلى حسابات آفاد من الداخل والخارج سوف يستخدم لضحايا الزلزال.